السلام عليكم زينات، ان شاء الله فيديو تعليم نلقاكم كامل بخير وعلى خير. ولا زلنا في سلسله حلويات العيد. اليوم جبت لكم البنات هاد الحلوه اللي راهي طوندوس بلا مول تاع السيليكون هذاك الغالي بواحد المول. البنات تقدروا كامل تشرو وتحضروا هاد الحلوه، وكيما عودتكم دائما هاد الحلوه بلمستي الخاصه. يعني هاد الحشو تلقوه فقط عندي. صدقوني البنات، حشو بزاف بنين، وهاد الحلوى تجي قمه في البنه والذوبه في الفم، والاهم كميه كبيره. واش راكي حابه اكثر؟ واش نقول لك حبيبتي؟ اللي ماكش مشتركه عندي في القناه نقول لك اشتركي وفعلي زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. باسكو الا ما اشتركتيش نقول لك راكي مراتيه، واكيد راح نخليكم على طريقه التحضير. فرجه ممتعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم سامي قاد كويزين ساميه ديزاد. واليوم البنات جبت لكم الحلوه هذيك تاع القلوب جلاها لي طوندوس بلمستي الخاصة. قبل ما ندوزو المقادير طريقة التحضير كالعادة صلوا على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لأن البنات بالنسبة للزبدة عندي 300 غرام تاع الزبدة، عندي 4 ملاعق كبار تاع السكر ميكونش معمرين بزاف، عندي 5 ملاعق كبار تاع الزيت كما راكم تشوفوا، ولهنا عندي حبة بيض كاملة زائد صفر حبة تاع البيض فيهم رشة تاع الملح، عندي فاني بودرة، وعندي خميرة كيميائية، وعندي فرن بطبيعة الحال. راح ندوزو طريقة مباشرة. ولهنا البنات بسم الله على بركة الله. في البون تاعي راح كيما درت فيه الزبدة راح ندير فيه الفارينة ونزيد عليه هداك الزيت والبيض نتاعي. يعني هذوما المكونات تاع لاباط او مكونات البنات اقتصاديين تقدروا كامل تحضروها. لهنا راح نطلعها بالباطو حتى يتضاعف الحجم تاع لاباط نتاعي ويولي يعني لونها ابيض. ولهنا بسم الله على بركة الله. شوفوا البنات بعد ما ضاعف الحجم تاعها لهنا ضفت الفاني بودرة نتاعي كما راكم تشوفوا. لهنا راح نبدا نجيب الباسوغ نتاعي ونبدا نضيف الفارينه. البنات انا دائما الفارينه نحب نجوزها في الباسوغ باش نتخلص من هذيك التكتلات ولا كاش عفستكم الفارينه. لهنا راح نضيف كيس تاع خميره كيميائيه كما راكم تشوفوا، نجوز كامل هكذا في الباسوغ باش نتخلص من هذوك التكتلات، ونبدا نخلط فيها هكذا بالسباتولا. كي نشوفها بدات يعني تقالي العجينه تما راح نستغنى على السباتولا ونبدا نطم فيها بيدي باش نتحس على لاباط تكون طريه وما تكونش تلاصق في اليد. ولهنا بسم الله على بركة الله. بلا تشوفوا لاباط حصلت عليه تكون هكذا طريه وما تلاصقش في اليد. راح نفتحها نعاود نرجع لكم. ولهنا البنات فتحت لاباط نتاعي بلا ما نضيف الفارينه، حنطبعها بهذا الطابع تاع القلب، يعني دوك تشوفوا باللي سمك متوسط. البنات يشعل الفرن نتاعي درجة حرارة 180 درجة. راح ندخل الصابون نتاعي ياخذ لي لون ذهبي ونخرج يبرد ونجوزو نخدمو الشوكولا تاعنا مع بعض. ولهنا البنات انا نخدم فيه هذا الترانسفير تاع الشوكولا. صدقوني البنات غير تشرو راح يخرجها لكم كيما تاع هذاك السيليكون، ميم يخرجها لكم خير باسكو ما ياخذش بزاف طبقه تاع الشوكولا، او ميم طون يعني ما غاديش يغلبكم باش تنحو هذاك القالب تاعكم. لهنا البنات ذوبت كميه من الشوكولا نتاعي، ذوبت 500 غرام تاع الشوكولا، ضفت 30 ملاعق تاع الزيت. لهنا درت طبقه اولى دخلتها المجمد، ولهنا راح نضيف البنات الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه كما راكم تشوفوا راح نضيف الحواف باسكو انا عندي ديجا القاعده راه فيها، ونزيد لها غير شويه ونرجعها تبرد. ولهنا البنات نتوما شوفوا يعني الشوكولا نتاعكم الا كانت سخونه بزاف راح ديروا 3 طبقات، اذا كانت ماشي سخونه بزاف وكانت بارده راح ديروا غير طبقتين فقط. شوفوا البنات ديموا لكم بالخوف بلا ما تغلبكم، وندوزو باش نخدموا الحشو مع بعض. ولهنا البنات بسم الله على بركه الله. بالنسبه للحشو عندي 2 ملاعق كاكاو، لهنا عندي 2 حبيبات تاع البيض، عندي لهنا نصف كاس تاع الزيت، نصف كاس تاع الحليب، عندي 4 ملاعق كبار تاع السكر، وعندي وحده خميره كيميائيه، وعندي الفاني، وبيان سور البيض نتاعي فيه رشه تاع ملح، وعندي فرينه. لهنا بسم الله على بركه الله حنطلع السكر نتاعي كما راكم تشوفوا مع البيض حتى يتحصل على قوام يكون يعني ضعف الحجم نتاعو. لهنا راح نجوز نضيف هذاك الزيت نتاعي كوم دفعات، وحتى الحليب يعني ما نضيفوش مره واحده باش ما يهبطليش هذاك البيض اللي طلعته كما راكم تشوفوا. لهنا عندي البنات كاس تاع الفرينه راح ندير 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو كما راكم تشوفوا، نجوزها في لاباسور، راح نضيف عليها الفاني بودره، وراح نضيف عليها الكيس الخميره الكيميائيه. البنات تجوزوا كلشي في لاباسور باش تحصلوا على خليط يكون ليس ما يكونش فيه يعني هذوك لي غريمو تاع النواشف اللي راح نضيفهم. لهنا بديت نضيف هذاك الكاس تاع الفرينه. البنات انا راح نضيف كاس بالضبط، مش راح نضيف اكثر باسكو محتاج الخليط نتاعي يكون بزاف خفيف. راح نخفقها خفقه خفيفه كما راكم تشوفوا، ونجوز يعني نضيف هذيك شويه تاع الفرينه اللي بقات لي. البنات ثاني نقول ونعاود لازم الخليط تاعكم يكون خفيف، ما لازمش يكون ثقيل. دوك تشوفوا لهنا باللي انا ضفت كامل هذاك الكاس تاع الفرينه. شايله بغيت نضيفه كوم دفعات باش ما يغلبليش الخليط باسكو من داك الفرينه تكون يعني
ماشي كيف كيف، باسكو يتحكم فيها الحجم تاع الحبة تاع البيض. انا خدات لي كيما راكم تشوفوا كاس تاع فرينه. دوك تشوفوا البنات الخيط حصلت عليه يكون هكذا خفيف، شوفوا هكذا خفيف البنات. راح ندوزو نصبوه في البلاطو معكم. ولا انا البنات راني نصب الخليط تاعي في البلاطو. اي شعر الفرن تاعي درت حراره 180 درجه. راح نطيبها يعني مده ربع ساعه. لازم تطيب لي ونخرجها تبرد لي، وندوزو باش نلصقو هذيك الحلوه تاعنا مع بعض. ولهنا البنات شوفوا بعد ما طاب لي صاب لي، شوفوا كيفاش طيبتو حميمر الله الله. لهنا راح نلصقو يعني انا بصوص طوفيه. تقدروا تلصقوه باي حاجه عندكم، يعني مربى ولا معجون مربى كما نقولوا، ولا اي عفسه عندكم. بصح انا حبيت بالمعجون باش الذوق يجيني هايل. ولهنا البنات شوفوا البسكويت تاع بعد ما طاب لي هنا مازال ما بردليش، قطعته باش يبرد لي. شوفوا يا البنات كيفاش يجي خفيف، يجي بسم الله ما شاء الله. صدقوني البنات كما قلت لكم هذه الوصفه اللي كنت هذا الحشو كنت حضرته في قناتي من قبل، ومن كثره البنه نتاعو حبيت نعاودو معكم. راح نرحي هذا الحشو ونعاود نرجع لكم. ولهنا البنات بسم الله على بركه الله، بعد ما لصقت داك الصابلي نتاعي لهنا راح ندير هكا كيما راكم تشوفوا صوص طوفيه في الحواف بهذه الطريقه. وراح نجوزها يعني في المكسرات محمصين مليح ومرحيين متوسطين، وندوزو باش نحشو هذوك القوالب تاعنا تاع الشوكولا. ولهنا بعد ما كملتها كامل لهنا راح نحشيها بسم الله على بركه الله بهذيك الكريمه تاع البندق. كل واحد يعني يستخدم نوعيه اللي يحبها. ولهنا هاوليك ملات البسكويت تاعي بعد ما رحيته. راح نضيف عليه كما كنتو تشوفوا يعني حوالي 3 ملاعق كبار تاع الشوكولا تاع ختيني. يعني هذه هي الكميه، راح تشوفوا باللي راح تخلط لي كامل الخليط، وراح نتحصل على لاباط اللي نقدر نحشي بها القلوب. البنات ما تستغربوش هذا الحشو، صدقوني جربوه ومن بعد كي نحكموا عليه. صدقوني يا البنات غادي كي تجربوه تقولوا كنا مرضين كيفاش ما كناش نديروا الحشو من هذه النوعيه. بس كما قلت لكم راني حاطه في قناتي عندها حوالي سنتين هذا الحشو، ومن كثر بناتها قلت لازم نعاودها مع البنات هاد العام باش يجربوها. ولا هنا البنات انا هذاك الحشو نتاعي كنت قسمته على عدد الحبات نتاعي اللي حنحشيهم، ونضغط عليها كيما هكذا وما نخليش فراغات باش كريمه تاع البندق هذيك ما تهبطليش لتحت. شوفوا البنات كيما هكذا نعدلها. انا البنات هاد الكرات يعني ما وزنتهم ما والو، عيني هي ميزاني فقط. هكذا حاولت ندير كويرات ونشوفوا على حساب كي تجي. تقدروا هكذا بهذه الطريقه تفتحوها وتحطوها هكذا باش كي تضغطوا ما تفسد لكمش. وندوزو باش نكملوا المونتاج تاع الحلوه تاعنا كيف كيف. ولهنا بعد ما عمرت كامل الكميه اللي عندي لهنا راح نغطي هذيك الطبقه بالشوكولا باش ما تشيحليش ومامطو ما تسربليش او ما تخرجليش هذيك الكريمه نتاعي تاع البندق. كما راكم تشوفوا نحاول نغطيها كامل هكذا بسم الله على بركه الله. ولهنا راح نجيب يعني الحبه نتاعي تاع هذيك الحلوه اللي كنت فينيتها ونحطها هكذا. البنات الحبه البنات اللي تخدموها حطوها باش ما تشحلكمش، ونجعلها لكم اخر الفيديو. ولهنا البنات عاودت رجعت لكم اخر الفيديو باش نشوفوا الغسيل تاع الحلوه تاعنا مع بعض. البنات الكميه اللي خدمتها معكم هي خرجت لي 41 حبه، يعني هي البنات كميه بسم الله ما شاء الله، كميه تاع عيد اللي تحضريها لاهلك ومامطون تاعني تخرجوا منها كيما نقولوا الحباب لا فامي. صدقوني البنات راح كامل يسقسوكم على الوصفه. ولهنا جا الوقت اللي كامل تستناو واحد نقسم معكم هذه الحبه. تشوفوا البنات هذيك الطبقه تاع الشوكولا كيفاش تجي طريه، يعني صدقوني البنات هذا المول احسن من هذاك تاع السيليكون يكون بزاف تاع الشوكولا، ومن تجي تقسموا الحبه تاعكم تجيكم يعني صلبه من الفوق. اما هذا يجيكم مع هذه. شوفوا البنات انا قسمت لكم الحبه ونحاول نوريها لكم عن قرب باش تشوفوا يعني الحشو كيفاش جا بسم الله ما شاء الله. صدقوني البنات الحلوه من كثر بنتها لدوك مازال الكل تاعها في فمي ما حبش يروح. جربوا هذه الوصفه واستمتعوا بها وحمروا بها وجاكم. ما بقى لي غير نقول لك حبيبتي ان شاء الله وصفه اليوم تكون الناس اعجابكم. اذا عجبتك وصفه تاع اليوم ما تبخلينيش بجام، وخلي لي على الاقل التعليقات باش يطلع الفيديو. بارطاجيو الفيديوهات عندكم في جروبات العائله والاصدقاء باش نلحقوا 100,000 مشترك. يا اخي البنات انا نبدا بلادكم ونستاهل تدعموني، وراني يعني من 2020 ولحد الآن ما لحقتش 100,000 مشترك، واملي بالله وبكم يعني كبير. اكيد راح نخليكم فيديو اخر. اغلى السلام، حبكم موت عليكم.